السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ النهاردة اول فطار لينا في رمضان، ويا رب يجعله رمضان خير وبركة عليكم وعلينا، وكل سنة وانتم طيبين حبيبة. النهاردة عندنا فطار خفيف. النهاردة طبعا اول يوم، مش محتاج زحمة، مش محتاج ده مش محتاج ده، وهنتكلم وهنقول احنا بنعمل اكل قليل ليه. اولا احنا بنصوم، ثانيا بناكل كميات قليله. لما انت تقعدي تعملي اصناف واشكال والوان، وانتي ده يوم رمضان، اليوم يا دوبك يعني انتي بتاكلي الوجبه بتاعتك، تشربي حاجه وتقومي تصلي، وبعد كده بتيجي تاكلي الوجبه بتاعتك، وبعد كده بتنزلي تصلي العشاء وترجعي تاني، بتقعدي لك شويه تقراي قران، وتبتدي ان انتي تتسحري. فيا دوبك بين الوجبات بتبقى يا دوبك، ونفسك بقى تاكلي حاجه حلوه وي 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 كلام كتير. تمام. فاحنا نعمل الحاجه اللي احنا محتاجينها، بس الحاجه بتاعت اليوم. انت هتلاقي نفسك كل يوم نفسك طالبه حاجات وعايزه تعملي ده وتعملي ده. والنهارده صينيه جلاش وشويه لسان عصفور جنب اسبوعين كفته. النهارده مش عارفه، شويه ملوخيه جنب حبه رز بشعريه، واللي يجود بيه ربنا جنب منه. كل يوم بتلاقي اكل مختلف، وبتبقي عايزه تعملي حاجات كتير. فيا ريت كلنا يا جماعه نعمل على قدينا، ونعمل على قد مقدرتنا، ونعمل على قد اليوم، علشان خاطر ما نهدرش حاجه. انتوا عارفين كلكم بقى، سيد العارفين ستات شطار واحسن مني مليون الف مره، مش انا اللي هوعي يعني وانا اللي هقول ان كلنا الحاجة غالية جدا جدا جدا. عشان انت تعملي رز ويتبقى منك ويفيد، وتبقى عايزة تاكلي تاني يوم رز، وتبقى عايزة تاكلي يعني رز بشعرية بدل النهاردة رز مثلا اصفر كده. فبتضطر انت تركني الاكل في التلاجة. طب وعلى ايه؟ طب ما احنا نعمل نشوف ايه مقدرتنا، كم معلقة هتغرفيهم في الوجبة او للشخص اللي هياكل، ونشوف نقدرها كده تقديريا، بحيث ان مفيش حاجة تتهدر مننا. لان انا عن نفسي انا من واحدة من ضمن الناس، انا ليا في السحور لكن ماليش في الفطار. تمام. الطبق القمر اللي انتوا شايفينه ده سر الفيديو، او سر العنوان اللي مكتوب على الفيديو. انت عايزة تاكلي لحمة وفراخ وسمك طول شهر رمضان هتاكليه، بس خليكي ورا الطبق ده. الطبق ده مهم جدا جدا جدا. انا من ساعة ما جربته وانا والله الدنيا معايا الحمد لله فضل وعدل من عند الله. الطبق ده بدأ معايا من 4 سنين، من ساعة ما الدكتور قال لي ان انت ما ينفعش تصومي، وان انا مسؤول عن صيامك قدام ربنا. لان ما ينفعش الميه ما تخشش عندك الكلى لمده ساعتين، عشان غلط، عشان انا عندي الكلى تعبانه، وما ينفعش ان انا اصوم. صمت اول سنه، ما صمتش اول سنه اسفه، وابتديت ان انا الوجبه كان صعبان بقى عليا كده طب اعمل ايه؟ طب ما انا واخده رخصه من ربنا، واخده رخصه من الدكتور. طب بس انا اعمل ايه؟ لا، افضل طول النهار اشرب ميه وما اكلش. واول ما اجي افطر الوجبه اللي انا المفروض، انا النهارده المفروض اكون صايمه، فكنت بدور على حد محتاج وكنت اديها له. كنت بحس ان ده بيراضيني وبيراضي قلبي كده شويه، ودماغي ان انا ايه، ان انا ما صمتش زي بقيه البني ادمين وزي ولادي واللي موجودين معايا في البيت. فيمكن ده كان بيخفف عليا شويه. جيت تاني سنه ربنا كرمني وصمت، وما عملتش باللي الدكتور قال عليه. كنت الحمد لله اكتر شهر كنت مش تعبانه فيه، وما دخلتش في المستشفى. يعني انا الايام العاديه كنت بقعد 15 يوم في بيتي و15 يوم في المستشفى. الشهر ده بالذات كنت زي الفل، وبرضه كنت بخرج الوجبه لان اتعودت عليها، واللي كان بياخد مني عارف ان انا رايحه له. تمام. فابتديت ان انا اعمل كده من ساعتها، وانا كل سنه على نفس الوضع ده. كان نفسي ان انا اطلع اكتر وازود، بس يعني ربنا يعني مش رايد لسه، ربنا ما اذنش. ربنا يكرمني ويرزقني ويرضيني ويديني، وانا اطلع بدل الواحدة 5 و10 و20 يا رب، ويديكوا انتوا كمان. فعايزه اقول لكم ده الفطار بتاعي اللي انا فطرت منه انا وولادي، وهو نفس الطبق اللي انا عملته وخرجته: الشيبسي، الرز، قطعة الفرخة، شوية السلطة. انا الفرخة عندي بجيب الفرخة بعملها 8 اجزاء. احنا 7 تنفار، وامي معايا ادي ال8، ادي الوجبة بتاعت الفرخة. والله العظيم والله العظيم انا عايزة اقول لكم ان احنا خرجنا الربع واحنا التلات ارباع
على السبع تنفار، والله العظيم كلنا وشبعنا والحمد لله. وده نص كيلو رز بسمتي واحد بس، وكيس شيبسي ب5 جنيه، وحبة السلطة. انت عندك الخضار كله. في ناس ممكن تهاجمني وفي ناس ممكن تيجي معايا، والله اعلم. يعني انا هبقى، يعني ايه اللي هيتم معايا الله اعلم. بس انا بقول لكم يا جماعة، ده اللي بيحصل معايا. ودي البركة بتاعت البيت، والبركة اللي بيجيبها ربنا عليكي. انت بيبقى اكلك قليل، فجأة تلاقي نفسك كلتي وشبعتي ورضيتي ربنا ورضيتي اللي مستنيكي، وما قصرتيش. يعني بصي، لما انت تجيبي وتجزئي كده، اكنك برضو هو نفس اللي انت بتعمليه في الايام العادية. انا كنت قاعده باكل وحاسه اني، يعني اقول لكم ايه، قلبي كان بيتقطع على الاطفال والناس اللي في غزه، اللي الله اعلم صاموا. ولو صاموا فطروا على ايه؟ فالحمد لله، على قد ما نقدر تحاولي ان انتي جزئي الاكل بتاعك. ان انتي تعملي المقدار او الحاجه اللي تكفيكي فطار اليوم. بالطبع. عارفة انت لو جبتي نص كيلو لحمة، عارفة على عددنا ده، وخرجتي برضو الطبق، انا عن نفسي بتكلم عن نفسي، خرجت الطبق فيه الرز وفيه اللحمة وفيه شوية الخضار، واحنا اتبقلنا الباقي والله العظيم. من احنا 7 تنفار 8 بأمي، والفرد اللي انا بخرجه له، قسما بالله ان الاكل بيكفينا الحمد لله. الحمد لله. هتقولي لي طب انتي بتقولي ليه، وينفع ان انتي تعملي حسنة وتقولي عليها؟ يا جماعة، انا اللي انا عملته ده كنت شفته حد عمله. تمام. حد عمله. وانا لما شفت حد عمله انا عملته. والحد ده كان بيتكلم وبيقول ان انتي اعملي في الخفا وفي العلن. فما لقيتهوش ان هو حاجة عيب، ما انا اتعلمت منها. وانا لما حد هيشوف الفيديو ده برضه ويعمل زيي، يبقى انا خدت ثواب. فاهميني؟ فوالله العظيم 3، انا بيبقى عندي قوت يومي، او مصروفي اليوم بتاعي بتاع رمضان، وعملت النهارده. ما تعرفيش التاني يوم بيجيلك ازاي. بتعملي اكل، وبتعملي صينيه حلويات، بتعملي كنافه، بتعملي قطايف، بتعملي قمر الدين، بتعملي. ليه؟ عشان بركه ربنا جاتلك ونزلت عليكي. عشان زي ما انتي رضيتي فانتي اترضيتي. فيا رب يدينا ويرزقنا ويرضينا كمان وكمان يا رب، اللهم امين. ونقدر نعمل. وسامحوني لو حد هيزعل مني ان انا بتكلم كده، سامحوني. حد مبسوط بيا وفرحان يدعوا لي ان ربنا يديني ويرزقني، وان اقدر اكمل المشوار ده ببدل الوجبة 5 و10 و20 يا رب، اللهم امين. بتمنى منك وبدعي في كل صلاة ان انت ترضيني وترزقني وتشفيني وتشفي كل مريض يا رب، اللهم امين امين، بحق شهرك الكريم المفترج. هنا بقى نبذة بسيطة كده عن بيتنا. احنا ما عملناش اي حاجة خالص، بقول لكم برضو على المصاريف وعلى التوفير. كل الحاجة اللي موجودة عندي، الحاجات ديت انا بشتريها. يعني مثلا مشترياها من حوالي من 2 3 سنين. هما اللي انا بحطهم. مفيش حاجة بتزيد. الا اذا مثلا الفرش بتاع الانتريه ده، كانوا البنات بيقولوا لي يعني ايه، احنا بنشوف الفرش بيبقى حلو كده. فانتي ليه ما تعملناش تحط لنا فرش اللي هو بتاع الخيامية دوت على الانتريه، يبقى بهجة ويبقى تغيير لرمضان. فالقماش ده انا كنت بشتري ملايات لحد من شهر رجب اللي فات، ولقيته في الوكالة وعجبني، ورحت جايبة منه 5 متر. عملته زي ما انتوا شايفين كده، تنيته والله من كتر التعب اللي انا فيه قسما بدين الله، ومن كتر الشغل ومن كتر اللي عندي. انا ما عملته غير ليلة السحور اللي هو امبارح. هينزل لكم الفيديو النهارده، فهو بتاع امبارح. مسكته تنيته كده، وكان عندي شريط ذهبي حطيته على الحرف، وقلت لهم خدوا علشان ابسطهم وعلشان خاطر ارضيهم. كل الحاجات اللي موجوده عندي دي بنلمها وبنرجعها تاني. اللمضه ديت بقى لها عندي يجي 3 4 سنين. الفروع اللي هي اللي محطوطه على النيش واللي على الشاشه ده، برضو تقريبا ده 3 سنة عندي. الفانوس جايبينه رمضان اللي فات. اه. رمضان اللي فات تقريبا.
ايوه رمضان اللي فات، عشان مروان كان عايز فانوس، وانا قلت له انت كبير، قال لي طب هاتي لي فانوس اعلقه في البلكونه، فجيت احطه في البلكونه قلت خساره هيتبهدل ويتطرب، فالعيال قالوا لي خليه نحطه هنا على الترابيزه. دي الطبله بتاعت مروان، وادي القماش اهو زي ما انا قلت لكم، حطيته على كنبه الانتريه وعلى الانتريه كله يعني. المفرش ده كان عندي برضو، كانت ولاء شغاله في النزهه، وكانت جايبهولي من 3 سنين. خامته كويسة جدا وحلو، فقلنا ايه، نشيل المفرش بتاع العادي بتاع الانتريه، ونحط اللي هو عليه فنانيس دوت، يدي برضو بهجة، وان انت تعملي تغيري جو لولادك في البيت، طالما عندك، وبدون تكاليف وبدون ان انت تصرفي في حاجات كتير اهم، خصوصا السنة دي، بدل الزينة والحاجات اللي هي بتتعلق وكده. طالما عندك ما تجدديش، حطي الحاجة لحد ما تتلف والنور مثلا يقف ما يشتغلش، ده يفصل ما يشتغلش، ساعتها تبقي تجيبي. لكن طالما الحاجة عندك موجودة، انا بستكفى بالحاجة اللي موجودة عندي وبحطها. محدش يزعل مني من الكلام اللي انا بقوله، كل واحد دي وجهة نظر على حسب ما بيبقى يعني وجهة نظره مريحاه، فانا دي يعتبر وجهة نظري انا مريحاني. تمام. عايزه اقول لكم ايه تاني، اقول لكم ما تزعلوش مني، ويا رب يكون الفيديو عجبكم او طلعتوا منه بمعلومه. والله لو عملت اللي انا قلت لك عليه ده فعلا، طول الشهر هتاكلي كل اللي نفسك فيه. ليه؟ عشان الطبق ده هو البركه بتاعت البيت. لو البركه ديت ما خرجتش لاصحابها، هتلاقي نفسك مخنوقه ومتضايقه والدنيا مأزومه معاكي، وجبت الاكل والاكل شويه، لكن ده هتلاقي البحبحة والخير هتلاقي عندك فايض، بجد بجد هتلاقي عندك فايض. ويا رب نتمنى كلنا ان احنا نعمل ده على طول السنة، مش في رمضان بس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.